تعالوا بقى اخدكم في جولة صباحية. الشبورة، شايفين الشبورة عاملة ازاي على الأراضي؟ اللي ما يعرفش يعني ايه شبورة، اما ننزل من العربية هوريكم يعني ايه شبورة. يعني حاجة عاملة زي السحاب كده، بتنزل طبعا في الأراضي الزراعية وبتكون قريبة من المسطحات المائية وكده. طبعا لما بتكون كثيفة انسى اللي انت تعرف تشوف قدامك. يعني انت مثلا لو حافظ الطريق 100% وماشي، ممكن تلاقي نفسك داخل في حتة تانية. ازاي ما تعرفش؟ لان انت مش شايف. بصوا ندي نظرة قدام كده اهو، شايفين السحابة ديت، هي دي اللي اسمها الشبورة. بصوا بقى اما بتبقى في الاراضي بتبقى عاملة ازاي. صوص اهو، ده كده ايه اترفعت كده. يعني لو احنا الصبح بدري اكتر من كده شوية، بعد الفجر ولا حاجة، كنت هتلاقوا حاجة تانية خالص غير دي، ما كناش هنشوف حاجة اصلا. بصوا بقى الموديكوا في مكان يكون كله زراعة. تعال، دي الارض بتاعتنا، احنا لسه الصبح. حياة الريف يا جماعة، الهوا اللي انتوا بتشموه اصلا ما شاء الله. انت لسه على الصبح كده بتلاقي الدنيا جميلة، حاجة تانية خالص. والشمس طبعا لسه بتقول يا هادي، شمس شتوية على الاخر. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده وقولوا سبحان الله. الغراب، سمعت الصوت بتاعه؟ تعالوا بعكس لكم الكاميرا واوريكم منظر جميل قوي. بص بقى، متع بصرك، متع بصرك. بص الشبورة اهي كده بدأت تمشي اصلا. بس شايفين هنا لسه ما مشيتش ازاي. شايفين بقى لما بتبقى تقيلة كده انت ما بتشوفش حاجة حرفيا اهو. طبعا بقى لسه ده الشمس بتطلع ما شاء الله، وقت الشروق. اه، بالمناسبة بقى الارض ديت مزروعة كوسة، لسه طبعا هتطلع. لما تطلع بقى هوريكم الفيديوهات بتاعتها. شايفين لسه بتبدأ تنبت اهيت اهو، شايفين اهي. اول ما تكبر كده ان شاء الله هعمل لكم فيديو واوريكم الكوسة على الطبيعة اهو. شايفين الزراعة والبيوت، احنا بيتنا كنا بنشوفه من هنا، هو في الوش هنا كده على طول. دلوقتي ما بقناش نشوفه بسبب ان بقى في بيوت عالية اكتر مننا قدامنا اهو. ترعة ما شاء الله اهو. شايفين هنا الدنيا باظت ازاي. كان في ماسورة مية ضربت تحت الارض، بوظت الدنيا كلها. فطبعا صلحوها والارضية باظت كده لسه ما اتظبطتش اهو. شايفين مهدك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذاعة القرآن الكريم هنا ما بتفارقش، يعني ما بتفارقناش خالص، حاجة أساسية. ده شجر الزيتون ما شاء الله، ده شجر الزيتون وده شجر الجوافة أهو. طبعا بعد شوية هتلاقي كل الورق ده وقع، هندخل على موسم الخريف. فطبعا انتوا عارفين الأشجار كلها بتبقى ايه، من غير شجر خالص. شايفين الجرجير عامل ازاي ما شاء الله. ده بقى في حاجة اسمها الندى. يعني شايفين الطماطم اهو، شايفين دي كلها طماطم اهيت. طماطم طماطم طالعة لوحدها يا دوبك، حتى المية اللي داخله لها هي المية بتاعت الندى اهو. شايفين اهو الندى ده اهو، اللي هو الشبورة بقى الفترة الصباحية. بص المية اللي عليها ده مية ازاي، عامل ازاي اهو. ده اسمه ندى، هتلاقيه موجود على الورق كله، على الورق، على الشجر، على كل حاجة. ده اسمه الندى اهو. شايفين دي بقى سبحان الله تبقى سقية رباني، سقية رباني بدون تدخل اي بشر خالص اهو. عشان كده تلاقوا في الصحراء مثلا الحاجات بتطلع زي، ممكن تلاقوا نباتات طالعة، خضروات طالعة، ممكن تلاقوا نعناع طالع، تلاقوا اي فاكهة طالعة في الصحراء. طبعا مع انعدام المية في الصحراء بتلاقي ان الحاجة طالعة وما شاء الله جميلة وخضرة وحلوة وطعمها احلى بكتير من اللي مسقية.
يعني بتتسقي زي ما احنا شفنا في فيديوهات قبل كده اللي احنا نسقيها بالميه، سواء ميه بحري او ميه جوفيه من تحت الارض، فبتلاقيها اطعم بكتير. ليه بقى؟ لان سبحان الله هو ربنا اللي سقيها بميه الندى اللي بتاعت الصبح ديت. ده الندى اللي هو بيطلع ده. يعني مثلا الشبوره دي اصلا بتبقى مائيه، فلما بتيجي على الزرع كمان بتخلي عليه نقط ميه. تعالوا اوريكم اكتر على الكرنب واوريه لكم. بصوا على الكرنب كده، هوريكم منظر جميل ما شاء الله. شايفين الندى ده اهو قطرات الميه. بصوا هنا هتبقى باينه ازاي. بصوا ما شاء الله اهو، دي كلها قطرات ميه رباني. الكرنبايه دي ما شاء الله عليها عايزه تتاكل اهو. طبعا انا لو نزلت هتبهدل لان البتاع كلها ميه. شايفين الخضروات اهو ما شاء الله عليها اهو. كل حاجه بقى بيبقى عليها ميه، حتى البصل اهو ما شاء الله. شايفين ما شاء الله طالع في قلبه خس. الخس طبعا طالع لوحده، محدش زرعه ولا اي حاجه. سبحان الله اهو. شايفين الهدوء بقى اهو، حتى الطياره فوق مش شايفينها. صراحه الحياه هنا مختلفه تماما. ايه ده في ذره. طبعا دلوقتي هو ما فيش موسم ذره ولا حاجه، ولا وقت زراعه ذره اساسا. بس شايفين الذره ده كمان. ده في طماطم هنا. وده تقريبا مش عارف قتة ديت. الشجرة اللي انتوا شايفينها دي مش عارف دي قتة ولا خيار. كده كده الثمرة اللي فيها لما تطلع هنعرف. وهنا كمان طماطم اهو ما شاء الله. سبحان الله. شايفين بقى جمال. شايفين الجمال ده، جمال وهدوء وحلاوة. يا الله يا الله. استنوا بقى، في حاجة نسيت اوريها لكم. الناس اللي بتحب الخبيزة، بصوا بقى الخبيزة اللي بتتباع لكم في السوق. احنا اصلا هنا بتطلع لوحدها من غير فلوس ومن غير اي حاجة ومن غير ما نزرعها. هي بتطلع في وسط الزرع كده اهو. الخبيزة اهي. بصوا على قطرات الندى برضو اهو تلمع ازاي. هي دي الخبيزة. وطبعا في الرجلة، طبعا معظمكم يسمع عنها برضو. بتطلع لوحدها برضو في وسط الزرع بدون اي تدخل. تعالوا بقى نجيب شوية نعناع ماشي، عشان ايه ناخده ونطلع على الشغل نفطر ونعمل لنا كوباية شاي بالنعناع رايقة ماشي. يلا بينا، الندى جه على وشي اهو. الله. كان نفسي اشم شوية الهوا الجمال دول. ايه ده؟ ده طبعا هو ده الهدهد اللي مذكور في القرآن. وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أهو سورة النمل، قصة سيدنا سليمان عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده قصب بقى، بس طبعا خلاص بقى احنا كلناه. ما هذا؟ الأرض مبلولة مش هينفع انزل. كده كده النعناع اصلا يعني مقطوف قريب اهو، عشان نعرف نجيب حاجة منه. عايز ابص على الافوكادو كده اللي احنا زرعناه مع بعض، فاكرينه اهو. حصلش اي حاجة، مفيش اي جديد يذكر. لا بس استنوا، في ورقة نعناع جوه اهيت، تعالوا نجيبها. بص النعناع بتاعنا، النعناع بتاعنا عامل ازاي اهو. تعالوا نجيب ورقتين بس كده. بص النعناع ما شاء الله ما شاء الله اهو اهو. نجيب ورقتين بس كده اهو. يلا اهو
نعناع، نعناع من خير مزارعنا. ده الجرجير بقى. يلا نطلع عشان منتدهولش. اهو شفتوا بقى اللي بقول لكم عليه اهو. شفت الشوزايه بتاعتي بقت فيها ميه ازاي اهو، مع ان الارض مش مسقيه ولا اي حاجه، بس هو عشان الندى اهو. شايفين بقى الخبزه زي ما بقول لكم اهوت، بتطلع في وسط الخضره كده لوحدها اهو. شايفين بقى ما شاء الله. دي شجره ايه؟ دي شجره مانجا دي ولا ايه دي؟ بدات تزهر ازاي بس مش عارف. ده خوخ. شايفين فخوختين صغيرين قوي ازاي اهو. سبحان الله اهو. طبعا دي خلاص كده الورق اتشال، زي ما قلت لكم احنا داخلين على الخريف، فالورق بيبدأ يقع كله اهو اهو. سبحان الله. بيتنا الجميل. يلا بقى انا زعلان ان انا هقفل الفيديو معاكم. كنت حابب اوريكم حاجات كتير اكتر من كده، بس عشان خاطر الوقت وعشان خاطر بقى الشغل وكده، فانا مضطر ان انا اخلص معاكم الفيديو وامشي على الشغل على طول في الصباح الباكر. ربنا يجعلنا كده باب رزق ويوسع ارزاقنا جميعا ويكتب لنا الخير دايما ويرضينا بكل ما نتمناه. صباحكم عسل زي وشكم وزي قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. السلام عليكم.